اكيد طبعا لو العلاقة الجنسية بين الزوجين مش مستقرة وفيها مشاكل، اكيد طبعا ده بيأثر على العلاقة الزوجية ككل، وبتبقى الحياة مش كويسة وفيها مشاكل كتير. ليه؟ قالك لان العلاقة الجنسية دي مهمة جدا للراجل والست. طبعا هي اهم للراجل، مش معنى كده ان الست ما عندهاش شهوة ولا بتحتاج العلاقة، بس دايما بنقول ان الاحتياج الجنسي عند الراجل احتياج ملح، وملحة اكتر من اللي عند الست. ليه؟ مرة دكتور شرحها بشكل لذيذ قوي، شبه الاحتياج الجنسي عند الراجل اعزكم الله بالرغبة في التبول. يعني قالك الواحد لما بيحب يخش الحمام عايز يتبول، هل بيقعد بقى يتنك ويقول لا مش هدخل دلوقتي، لا بعدين ابقى اشوف، لا انا خلاص المثانه اتملت فانا عايزه اخش اقرب حمام، اجري على اقرب حمام. فقال لك ان نفس الكلام، الراجل عنده كيس بيحتوي على الحيوانات المنويه، الكيس ده لما بيتملي خلاص لازم يتم تفريغه، والا يحصل امراض والتهابات والكلام ده كله. فاذا الاحتياج الجنسي عند الراجل ملح، حاجة مهمة. طبعا الست عندها بس مش بنفس درجة الالحاح، علشان كده دايما يقولك ان الجنس عند الراجل متعة جنسية عاطفية، عند الست متعة عاطفية جنسية. يعني برضو عندها احتياج جنسي بس العاطفة بتسبق الجنس عند الست. فالموضوع مهم. انا بقول كل ده ليه؟ علشان اقول ان فعلا لو العلاقة دي مش مشبعة عند الراجل، طبيعي جدا هتلاقيه بيتخانق، طبيعي جدا ممكن تحصل مشاكل وتوصل للطلاق. تبص تلاقي الراجل بيتخانق، يقول لك يا عامل من الحبة قبة، يتخانق مع مراته اصل ملحك في الاكل قليل، اصل مش عارف ايه، يبدأ يتخانق على اتفه الاسباب لانه مش مشبع جنسيا. والعكس صحيح، لو العلاقة الجنسية كويسة تلاقي أي مشاكل تانية في العلاقة عموما تدوب ولا كأنها موجودة لو هو مشبع جسديا. وطبعا الست نفس الكلام، لو مش مشبعة بتلاقيها متعصبة على حاجات تافهة جدا. بس زي ما قلت الموضوع بيبقى ملح عند الراجل أكتر. فاللي عايزة أقوله إن طبعا لو العلاقة الجسدية فيها مشكلة ممكن تحصل خناقات ومشاكل وتوصل للطلاق يا جماعة. برضو بيقولك ان اثناء العلاقة الخاصة بين الزوجين بيفرز هرمون الدوبامين، فتحس بالسعادة والنشوة وتحس ان انت راضي عن نفسك، انا راجل مرغوب ومحبوب وانا ست مطلوبة ومرغوبة، فتحس كده بالسعادة. فده طبعا بيهدي المشاكل بين الزوجين. لكن لو مفيش علاقة جسدية كويسة مش هيفرز الدوبامين، فمش هنبقى مبسوطين، فهنقعد نتخانق على اتفه الاسباب. برضو في هرمون اثناء العلاقة اسمه البوندنج. بوندنج ده يعني اللي هو بتحس كده بيفرز اثناء العلاقه، بيحسس الزوجين ان احنا حاجه واحده، وان احنا جسم واحد، وان احنا صحاب وقريبين قوي لبعض. فعشان كده يقولك الزوجين اللي علاقتهم الجنسيه حلوه ومستقره تلاقيهم في الحياه عموما اصحاب وقريبين لبعض، يقعدوا يشربوا الشاي في البلكونه وياكلوا مع بعض ويحضنوا بعض، اصحاب قريبين لبعض. ده بفعل الهرمونات اللي بتفرز اثناء العلاقه الجنسيه المستقره اللي ما بينهم. فاللي عايزه اقوله ان العلاقه دي مهمه جدا. ما ينفعش ان احنا نعيش بيسموها سكس ليس مارج، ما ينفعش ان احنا نعيش جواز من غير سكس، العلاقة مش هتبقى مستقرة وممكن جدا توصل للطلاق. فأنا عارفة ان الحياة صعبة والحياة الاقتصادية صعبة، وفي رجالة بتشتغل 3 شغلانات في اليوم وبرده مش مقضي، وبالتالي بيبقى ميله الجنسي قليل لان هو تعبان، والست طالع عينها مع العيال والمذاكره والكلام ده كله. بس نحاول نوصل لبعض، احاول اساعد مراتي في البيت، احاول اخفف عن جوزي، احاول ان احنا نلاقي وقت للعلاقه ونلتقي، لان ده بيهون كتير قوي من ضغوط الحياه، وبيساعدكم ان انتوا تعيشوا عيشه سويه، حياه زوجيه سعيده ومستقره بعيده عن الطلاق والعياذ بالله.